سمعنا الكثير عن ظروف الاعتقال في هذا المعسكر. هل لكم أن تجيزون لنا ما هي أبرز وسائل التعذيب التي تعرضتم لها في غوانتنامو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم على لقائنا وجزاكم الله خيرا. ولا شك أن هذا السجن كما نسمع وسمعنا أنه كان عارا على الأمريكا في العالم جدا جدا، لأن هذا السجن ما كان فيه حقوق البشر نهائيا. نعم. لأنهم يعذبون فيه السجناء بتعذيبات منوعة، حتى لو رأى أحد ما يظن أن هناك بشر موجودين في هذا السجن، بل يظن أن هناك موجود أفراد باسم الحيوان، أعوذ بالله. لأن المعاملة من الأمريكان مع الإخوة مع الأسرى في ذلك السجن كان تقريبا أنقص من معاملتهم مع الحيوان، لأنهم يعذبون الأسرى بتعذيبات منوعة. مثلا أحيانا يربطون أسير واحد في الغرفة في زنزان انفرادي، ربطوهم من الصباح إلى المساء. أحيانا يفتحون عليهم الماء البارد ويرشون عليهم. أحيانا يشغلون عليهم مكيفات باردة جدا. أحيانا هم تقريبا يطردون بينهم، العساكر يطردون الأسير بينهم مثل الكرة، كرة القدم، يعني يعبثون بهم، يعني يعبثون بهم ويلعبون بهم. واحد يطرده تقريبا يعبث به برجله، واحد يعبث به بيده، يعني تقريبا يضربونه. حسن، هل وجهوا لكم تهم محددة فقط لأنكم كنتم من طالبان أو محسوبين على طالبان؟ أكبر التهمة للأمريكان على الإخوة هذا، قالوا إذا تخرج من هنا من غوانتنامو ممكن تشكل خطر على الأمريكا. حسنا. لأننا سجناك بدون الجريمة، بدون التهم. ستنتقم من تقريبا ممكن تنتقم وتشكل خطر على الأمريكا. فلهذا السبب نحن ما نريد نطلق سراحك وتجلس هنا إلى كم؟ قالوا ما ندري. حسنا، بعد أحداث 11 من أيلول سبتمبر جرى اعتقالكم بعد سقوط حكومة طالبان واحتلال أفغانستان من قبل الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة. كم كان يبلغ عدد الذين احتجزوا أو سجنوا أو اعتقلوا في غوانتنامو؟ تقريبا قريب إلى 1000، يعني 800 و900 هذا كله. وهل جرى هذا الاختيار عشوائيا أم أنكم هم اختاروكم لأنكم كنتم في قيادة حكومة طالبان؟ هم جابوا الناس إلى غوانتنامو، ما كانوا يشتغلون مع طالبان، يعني مع حكومة طالبان، ما يشتغلون هناك وما يعرفون الحرب وما يعرفون السلاح وما يعرفون أي شيء. بس الناس يتجسسون عليهم تقريبا، أو بعضهم يسلمون بعض الدول إلى الأمريكا، تقول هذا من طالبان، هذا من المجاهدين، هذا من حزب فلان، هذا من حزب القاعدة. بس هم يريدون يكثرون العدد في غوانتنامو بس فقط، أنه يحتجزون هؤلاء خوفا من أن يكون هؤلاء قد يشكلون في المستقبل خطر على أمريكا. أيوة، قد يشكلون. وأيضا الأمريكان كانوا يريدون بهذا العدد يهددون العالم بتلك الأسرى، حتى يوروهم إلى العالم أننا نستطيع نسجن الناس بدون المحكمة، بدون الجريمة. وأيضا نوريكم أنكم إذا تخالفوننا تكون عاقبتكم مثل هؤلاء الناس. حسن. وثم بدأ إطلاق سراحكم على دفعات، حتى وصل العدد إلى كم يبلغ عدد المعتقلين الآن في غوانتنامو حين تركتم المعتقل قبل
قبل كم سنة تركتم المعتقل أنتم؟ نحن تقريبا لما تركنا معتقل